ازيكم؟ ناس كتيره بعتت لي ازاي نحسب السعرات الحراريه بتاعتنا عشان نبتدي نحط نظام غذائي متوازن. الاول، ايه هو السعر الحراري؟ السعر الحراري هو مقدار الطاقه اللي بيبذله الجسم علشان يعمل الانشطه اليوميه العاديه بتاعته، زي الحركه والتنفس والتفكير. اي نشاط بيخلينا على قيد الحياه ده بيحتاج سعرات حراريه. اي نشاط زياده بقى، زي انا بتحرك كتير، بروح بطبخ بلعب بجري، شغل بيحتاج وقفه كتير، ده كل ده بيحتاج سعرات حراريه اساسيه. طب الجسم لو ما دخلتلهوش سعرات حراريه كافيه هيعمل ايه؟ بيبتدي يحرق من الدهون. خلص الدهون هيبتدي يخش على العضلات. علشان كده من الضروري قوي ان احنا ناخد نظام غذائي متوازن علشان نحرق الدهون ونحافظ على العضلات بتاعتنا. احنا عايزين نخس دهون، مش عايزين العضلات كمان تتاثر. طب لو انا ما خدتش نظام متوازن ايه اللي هيحصل؟ اولا مستوى التفكير هيتاثر جدا، لان المخ برضو والتفكير بيحتاج سعرات حراريه. فهتلاقي فيه زي ما بنقول كده بلاها، كسل، ما بعرفش افكر كويس، قراراتي غلط، بالاضافه للاكتئاب برضو. عشان كده دايما الناس اللي بتعمل ريجيم معرضه اكتر للاكتئاب. طبعا غير الحاجات بتاعه البشره والشعر، كل الحاجات دي بتتاثر. يبقى من الضروري ان انا اخد سعرات حراريه مناسبه ليا. طيب احسب السعرات ازاي؟ في معادلات كتيرة جدا العلماء عملوها ان هي تحسب لك السعرات، بتتوقف على معدل الحرق بتاع الجسم والجنس والطول والمستوى الحركة والنشاط. يعني معادلات كتيرة جدا وكبيرة. بس المبتدئين امثالنا بيلجأ له معادلة اسهل وابسط، ان هو بيضربوا الوزن في 22 وبعد كده بيخصموا منها من 500 ل 1000 سعرة. طيب واخدوا السعرات دي على قد ايه من اليوم؟ هنقسمها على 3 وجبات رئيسيه. يعني مثلا لو انا طلع لي 1500 سعر، هخلي 500 في الفطار، 500 في الغداء، 500 في العشاء. انا من الناس اللي بتحبذ ان هي تخلي الغداء هو اللي سعراته اكتر شويه، واقلل وجبتين الفطار والعشاء. جسمي، طب انا باخد السعرات دي منين؟ الجسم بياخد السعرات دي من اي حاجه بتدخله، من اي مكونات غذائيه بتدخله. العلماء قالوا في حاجه اسمها ميكرو نيوتريشن، بتتقسم لثلاث مجاميع رئيسيه، اللي هي البروتينات والكربوهيدرات والدهون. البروتين الواحد الجرام منه بيدينا 4 سعر، الكربوهيدرات برضو الجرام الواحد بيدينا 4 سعر، الدهون الجرام الواحد بيدينا 9 سعر. عشان كده احنا بنقلل السعرات بتاعه الدهون قدر الامكان، وبنزود في البروتين وفي الكربوهيدرات. طيب العلماء برضو بعد ابحاث لقوا ان الناس اللي بتاخد بروتين اكتر ونظامها بيعتمد على البروتين اكتر بتشبع اكتر. فعشان كده نلاقي في حاجات طلعت زي اللو كارب، انظمه غذائيه زي اللو كارب والكيتو بتعتمد على اللي هو انت بتاكل بروتين اكتر من الكربوهيدرات. وفي انظمه بتمنع الكربوهيدرات طبعا، بس دي مش صحيه قوي. انا ما اقدرش يعني اتكلم في الجزء ده عشان مش متخصصه، بس هي بتبقى صحيه قوي بتضر الجسم. انا لو عايزه اخس همنع الدهون على الاخر عشان اخس اسرع؟ لا طبعا، ده برضو حاجه مش صحيه. انت لازم تاخد الثلاث عناصر الاساسيه لازم يدخلوا الجسم. الكربوهيدرات لازم تدخل الجسم، والدهون لازم تدخل الجسم، والبروتين لازم يدخل الجسم. بس انت بتنقي الدهون من المكونات الصحيه. بتاخد الزبده الطبيعي، الفواكه اللي بتحتوي على نسبه من الدهون زي الافوكاتو، البيض فيه نسبه دهون، اللحمه فيها نسبه دهون تقريبا. يعني ما بتمنعش الدهون على الاخر، بس بتاخدها بطريقه محسوبه. بس واتمنى اكون افدتكم في الفيديو ده، وما تنسوش سبسكرايب للقناه.